انفجرت سيارة مفخخة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث سقط نحو 52 قتيلا على الأقل، وجرح أكثر من 58 أغلبهم من الجيش التركي، واحتراق 3 حافلات بحسب حزب الشعب الجمهوري التركي، حيث وقع الانفجار في منطقة أمنية تتضمن البرلمان التركي ورئاسة أركان الجيش ومساكن عسكرية. وقد حظرت السلطات التركية فورا نشر أي صور أو مقاطع فيديو لموقع التفجير. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الوضع الإنساني في سوريا تفاقم ولم يعد يحتمل أكثر، وشددت على عدم المساومة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وقد دعت ميركل إلى إقامة منطقة حظر جوي في سوريا، ورأت المستشارة أنها الطريقة الأفضل لحماية وإنقاذ المدنيين في سوريا. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يمنح بموجبه عفوا عاما للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الهاربين من العدالة وفق شروط محددة، حيث لا يشمل المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما للفرار الخارجي. هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمريكا لدعمها المستمر لقوات حماية الشعب في سوريا، ودعاها أن تكشف عن ذاتها أهي دولة صديقة لتركيا أم لا. وقد نوه أن بلاده لن تسمح بإقامة قنديل ثانية على حدود بلاده. وأشار أردوغان أن المقاتلات الروسية تقصف يوميا المدنيين السوريين دون ردع من أي أحد، مبررا بذلك قصفه المقاتلين الكرد. ويذكر أن المدفعية التركية قصفت خلال الأيام الماضية المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الأمر الذي قابلته أمريكا وروسيا وفرنسا بالشجب، مطالبين أنقرة بوقف استهدافها للقوات الكردية في سوريا.